احنا طول العام شغالين، لو حتى في الشتاء في النطره برضو بننزل. لازم الاكل يعجبنا احنا وبنحس ان هو نضيف وحاجه كويسه. والله ربنا كريم، ربنا اعظم منه مفيش حبيب. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران الكريم فيها معناه يعني الحسنه ب10 امثالها. ازاي انا هطلع حسنه وربنا مش هيديني 10؟ لو نزلت منطقة امبابة هتلاقي جمعية الحاجة عزيزة، هي ست طيبة جدا، وعرفنا كمان انها عاملة مشروعات خير كتير، ومعاها طقم عمل كامل متطوعين على حب الخير. نعمل اكل كل يوم يوميا، اكل صابح. لازم الاكل يعجبنا احنا وبنحس ان هو نضيف وحاجه كويسه. هو عمل جميل وبيدي الصحه وبيدي العافيه وعمل تطوعي. وعندها كمان مطبخ بيقدم كل يوم غدا وعشاء للناس مجانا. احنا بنحضر المطبخ قبلها بيوم وبنجيبه نحضره هنا، بيجوا الشيفات بتوعنا معززين مكرمين الساعه 7 الصبح بيحضروا لنا الغدا، واحنا بنيجي ناخده وبنجهزه عندنا هناك وبنفرقه على الناس. اللي متوفر بنعمله فراخ، لحمه، فول، عدس. كل يوم بنيجي الساعه 7 هنا كده 8 حسب لو الشغل تقيل او خفيف، نجهز ونوضب الحاجه ونعمل الاكل كله احنا والمجموعه كلها، ويجوا الجماعه ياخدوه ويوزعوه هناك. ولما سألنا المتطوعين عرفنا انهم كلهم ما بيحسوش بتعب مقابل الراحة النفسية لما بيأكلوا حد جعان، رغم انهم بيعملوا عدد ساعات كتير. احنا طول العام شغالين، لازم كل يوم اي اكل، حاجه يوم راحه يوم اجازه لا، الناس مش لاقيه، الناس لازم تاكل، هي مش شغل في الخير. لو حتى في الشتاء في النطره برضو بننزل، كلنا لازم ننزل، لو الجو ايه كده حر شتاء صيف لازم موجودين في المطبخ كل يوم. الاكل عندهم نضيف وبطعم البيت، هتحس انك في بيتك من كتر الود والحب وسط الناس الطيبين. الاكل بجد بيتقدم بكل حب. عاملاها الخدمه دي بقالها 34 سنه، بس كنا شغالين الاول ايه بقى؟ يعني في الشارع هنا في جنينه، كنا شغالين في البيت، اللهم لك الحمد، نتجوز عرايس وندخل ميه في البيوت ونرمم المنازل. حلم حياتي ان انا يبقى عندي خدمه زي كده، ما اخليش حد جعان في الدنيا، ما بحبش اروح بيتي خالص يعني. هي بيتي وحياتي كلها في الخدمه الحمد لله. انا نفسي يبقى عندي مطبخ كبير قوي ما اخليش حد جعان في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران الكريم فيها معناه يعني الحسنه ب10 امثالها. ازاي انا هطلع حسنه وربنا مش هيديني 10؟ لان ربنا ما بيخلفش وعده. دلوقتي قدامي ان شاء الله يكون مين كده جعانه لازم اكله. والله ربنا كريم.